بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحبايبي الأطفال في فقرة علمني ديني. قلت لكم المرة اللي فاتت إن إحنا هنتكلم على أركان الإسلام، وأركان الإسلام زي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، على اختلاف الروايات في معنى الحديث أو في لفظة الحديث. بس أنا عاوز أقول لك خلي بالك إن الركن ده هو مجموعة من الأشياء بيقوم عليهم الإسلام، ما ينفعش مسلم من غير هذه الأركان، ولو سقط ركن واحد من هذه الأركان لا يقبل منه. يعني مفتاح الدخول في الإسلام إن أنا أعتمد على الأركان اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. طيب، أول حاجة من هذه الأركان الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ممكن الواحد يقول، أنا بسمعها كتير، إن الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بس تخيل إن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم شهد لنفسه بكده. فبيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الجنة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه بيقول في حديثه في رواية أخرى، بيقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، الركن الأولاني اللي احنا بنسميه مفتاح الدخول في الإسلام، انت علشان تبقى مسلم لازم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معناها إيه؟ معناها أن انت بتقول أن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تخيل أن ربنا يشهد لنفسه بالوحدانية. علشان أقول لك أن السماء اللي انت شايفها فوق دهيت، والأرض اللي انت ماشي عليها، والمية اللي انت بتشربها، والحركة اللي انت بتتحركها، والكون اللي من حواليك، والعالم اللي من حواليك، والبشر اللي من حواليك، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه ناس تبقى مريضة، وجعل فيه ناس تبقى صحيحة، جعل ناس أغنياء، جعل ناس فقراء، جعل ناس أصحاء، جعل ناس مرضى، جعل ناس كل واحد بيختلف من حال إلى حال، عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مقاليد الدنيا كلها بإيده. زي ما ربنا بيقول كده: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وعلشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى اللي انت بتشهد له بالوحدانية، اللي ربنا بيقول ويعلمنا كده: شهد الله أنه لا إله إلا هو، إن ربنا يشهد لنفسه بالوحدانية علشان تعرف إن هو المالك لهذا الكون، إن هو المتفرد بجميع أنواع العبادة، إن هو سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر المهيمن. فأنت تقر بالوحدانية لله. أي نعم، لأن ربنا قال كده: لما تعرف ربنا كده وتتعرف عليه في آيات. أنا أعرف إن ممكن يكون حد حافظكم حافظ منكم هذه الآيات، أو كثير من الناس بيسمعها، أو من الأطفال كثير ما يسمعوها، إن ربنا بيقول في آخر سورة الحشر، وأنا عاوزك تسمعها علشان تعرف إن ربنا بيقول لك أنا أهوت، عشان تشهد له بالوحدانية. إن ربنا بيقول في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
فاما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يبقى هو ده المتصف بهذه الصفات، المالك المدبر الخالق المهيمن. وما يقول أشهد أن محمد رسول الله، إن ربنا سبحانه وتعالى اطلع على العباد فلم يجد أتقى ولا أنقى ولا أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين. هو مش ربنا سبحانه وتعالى جعل الأنبياء حاجة اسمها أولو العزم، جعل من الأنبياء سبحانه وتعالى يعني الخليلين إبراهيم ومحمد، وجعل من الخليلين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. انت مش واخد بالك يا حبيبي ان يوم القيامة لما الأنبياء تجري وكل واحد البشر يجري والأنبياء كل واحد يقول نفسي نفسي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لغى أنا لغى أنا لغى. تخيل أن ربنا يقبل شفاعة النبي في الأمة كلها في الناس كلهم. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى اختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لرسالته، وجعل شرط الإيمان به أن تؤمن، شرط الإسلام، شرط الدخول في الإسلام أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا جعل وجود النبي رحمة، فأنت تشهد لله وتشهد لرسول الله، فهو محمد رسول الله اللي ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بل ربنا يقول في آية في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أول ركن من أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعبد ربنا حق العبادة وتعرف ربنا حق المعرفة، تسمع كلام سيدنا النبي، تستنى بسنة النبي، تتخلق بأخلاق النبي. هو ده الركن الأول من أركان الإسلام. إن شاء الله في الحلقة القادمة مع الركن الثاني من أركان الإسلام، فاستنوني في الحلقة القادمة إن شاء الله.